المشكلة الحقيقية إن الغريم بيكتب التاريخ، أيوة أقسم بالله الأهلي بيعمل أكبر عقد رعاية في التاريخ الدوري المصري. شركة الأهلي مع شركة فودافون، عقد رعاية مع فودافون. يعني أنتوا متخيلين الأهلي بيعمل إيه؟ عقد رعاية 4 مواسم بقيمة مليار و35 مليون جنيه. الموسم الأول ب 300 مليون جنيه. تخيل الرقم ده ما يخش النادي الأهلي. قول علينا يا رحمن الرحيم. الموسم الثاني 325 مليون جنيه. الموسم الثالث ب 350 مليون جنيه. الموسم الرابع ب 375 مليون جنيه. انتوا متخيلين الرقم ده ما يكون مع إدارة النادي الأهلي والجبروت اللي في النادي الأهلي؟ اه. اللي هم اصلا بيجيبوا 15 صفقة في الموسم، وبيجيبوا لعيبة بتدي لها مليون، بتدي لها 100 مليون و160 مليون جنيه. وارقام يعني انا مش متخيلة اصلا. بقول لك تريزيجيه كان بياخد 3 مليون. انتوا متخيلين الرقم؟ وبين رمضان ميسي كان بياخد مليون و700 700 الف دولار. انتوا متخيلين الارقام اللي الاهلي بتديها؟ وجايبين بن شرقي وجايبين. تخيل بقى لما يتضاف على كل ده عقد رعاية بالرقم ده، ايه الجبروت اللي هيوصلوا له؟ يعني تخيل كده. ايه اللي هيعملوه اكتر من اللي هم بيعملوه؟ يعني هم بيلموا اصلا لعيبه الدوري كلها ولعيبه الاجانب كلها، واللاعب اللي 8 مليون بياخدوه ب 10 مليون. ومفيش مشكله. بتروجيت احمد حسن ده اللي كان في نص الملعب، راحوا خد يا باشا اللي انتوا عاوزينه خدوه. الاهلي بيدفع. تخيل بقى لما يجي لك عقد رعايه زي بتاع فودافون ده عالمي، غير الاستاد مثلا الاهلي اللي بيتبنى، ويقول لك هياخدوا الاسم وديت صفقه غير الصفقه ب 7 مليار جنيه. انتوا متخيلين الارقام اللي الاهلي بيتكلم فيها واحنا فين؟ انا مش عارف. خلينا بقى نتكلم شويه برضك على مجدي قفشه ومصير مجدي قفشه في النادي الاهلي. والله عايش على الجون اللي سجله في الزمالك في نهائي القرن. غير كده مفيش. كل اللي احنا بنسمعه ان حسين عموته مش مقتنع بيه، بس الاداره عاوزه تديله يعني ايه بسبب الجون اللي جابه دوت، اللي غير تاريخهم، اللي ما كانوش يستحقوه. انت فاهم قصدي؟ يبقى عاوزين يديله كمان موسم يشوفوا هيقدر يثبت نفسه ولا لا. ومش هيكون مشكله يعني في وسط المعجنه اللي موجوده في النادي الاهلي. هنتكلم برضك عن بن رمضان. الاهلي عاوز يمشيه باي تمن. ما هو ده كان ميسي، كان جايبينه بيقول لك ميسي بن رمضان ميسي بيرقص 3 و4 و5 ويعمل كده ويعمل كده، بس ما شفناش منه حاجه. طوال الموسم كامل الاهلي طلع بموسم صفر. فالاهلي عاوز يمشيه. جاي له عرض طبعا من الشمال القطري بمليون و700 ألف دولار، والأهلي عاوز يزود العقد شوية. بس النادي القطري ثبت على الكلام ده. فكرة إن أكرم توفيق بعد ما باع النادي الأهلي هيرجع تاني النادي الأهلي وعادوا بالحب أهو مبادئ. أهم حاجة مبادئ النادي الأهلي ما تتلخبطش. أكرم توفيق بيفكر يرجع تاني النادي الأهلي والأهلي عاوز يرجعه. الفكرة كلها إن النادي الشمال القطري مش عاوز يسيبه، بس في حالة المفتاح بقى في الصفقة دي مين؟ بن رمضان. بن رمضان لو راح الشمال القطري بقى عاوزين يفتحوا خانة للأجانب، يعني واحد أجنبي يخش هيكون مين؟ أكرم توفيق. الأهلي برضك إشارة على أكرم توفيق إنه يجي فري. ففي حالة إنه جه فري فالأهلي برضك يبقى ضحك على الدنيا كلها. فكرة إمام عاشور بقى جاي النادي الأهلي ولا مش جاي؟ طب هيكمل مع النادي الأهلي ولا لأ؟ طب جاي له عروض. هو احنا اللي احنا سمعناه انه جاي له توتنهام ويست هام، جاي له سيلتيك، جاي له فرق في امريكا، جاي له السعوديه. الكلام ده حقيقي مش حقيقي الله اعلم. اخر كلام ان اتحاد جده جاي له عرض، يعني بعت عرض رسمي ب4 مليون دولار ان هو عاوزه، بعد ما كان اصلا رقم واحد هناك هم عاوزين يجيبوا اناحي ما عرفوش يجيبوه. بيقول لك دخلوا في صفقه مين؟ امام عاشور. طب هو هيروح ولا لا؟ هو هينفع يتاقلم اصلا؟ هو عاوز يخرج ولا لا؟ الكلام ده الله اعلم. احنا مش عارفين. الكلام انه جاي له عروض من الدوري الانجليزي، ان جاي له عروض من الدوري الامريكي، جاي له عروض من الدوري السعودي. الاهلي اصلا متمسك بيه، وعموته بيقول لك اتكلم معاه كذا مره ان هو محتاجه ان هو يكون اهم لاعب في النادي الاهلي. بس الحكايه مش هو اهم لاعب. كل مصر عارفه ان هو اهم لاعب في الاهلي، اهم لاعب في الدوري المصري. امكانياته اعلى من الدوري المصري نفسه. اللاعب الوحيد اللي في نص الملعب اللي بقى عنده كرياتيف، ان انت عارف انه ممكن يشوط من اي مكان، رجله تقيله، بيعرف يباص، بيعرف يعدي واحد على واحد، بيعرف يعمل اسيستات. لاعب عنده جرينتا، بيعرف يقطع الكوره ينقلك للنص الاخير من الملعب. كل ده اللي احنا بنقوله مصر كلها عارفاه. بس هي الفكره مش في كده. الفكره ان اللاعب عاوز فلوس، عاوز يتقدر، عاوز يكون هو بيقول لك انا احسن لاعب في مصر، وازاي باخد ربع لاعب تاني ربع امكانياتي.
فالاهلي بيقول لك انا هعوضك، هديلك راتب كبير، هديلك بونص، هديلك اعلانات، هتكون الواجهه للاستاد الجاي بعد 4 سنين اللي هيتبنى. الله اعلم ده هيحصل ولا لا برضك، عشان بس يعني ايه ما نسبقش الاحداث كده ما بيحصلش. انت فاهم قصدي؟ فالاهلي هيقدروا ماديا ولا مش هيقدروا ماديا؟ هو الاهلي متمسك بيه جدا، بيقول لك هظبطك فلوس، بس الفلوس ديت لغايه حد الليميت ايه معين. ما هو يعني مشوا تريزيجيه اصلا عشان الليميت بتاعه، بيتكلموا مع زيزو عشان يقللوا الراتب بتاعه، اقنع حسين الشحات انه يفضل، ان هو هياخد بس 35 مليون، ان ده اعلى اصلا راتب بعد زيزو الوقت. يعني الرواتب قلت خالص، ما فيش حد عدى ال 50 مليون. طب انت الوقت هتقدره ولا مش هتقدره؟ بيقول لك احتمال كبير يفضل اصلا حتى لو مش هيمضي على عقد جديد، بس المشاكل هتستحمل المشاكل بتاعت الموسم اللي فات، ان هو يغيب وما يجيش المطار، انه يضرب اللعيبه اللي معاه زمايله، ان هو بيلعب بمزاجه، العب او ما العبش مش في دماغه. هنشوف هنوصل لايه. فالاهلي الصراحه الله اكبر عليه الصراحه. يعني انا عاوز احسده مش عارف احسده، كل ما بحسده بيكبر اكتر، كل ما بحسده بيكبر اكتر. مش عارف يعني ربنا يعني رحم بينا ان شاء الله.